لوني العجينة واعمليه لأولادك من بره تاني مش هتشتريه. بشوية دقيق كده هتعملي كمية كبيرة جدا جدا وكمية وفيرة ومش هياخد مننا أي وقت خالص. يلا مستنية ايه؟ حطي لايك واعملي شير للفيديو وكومنتي الحلو اللي متعودة عليه منك يا قمر. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الرسول ونخش في مقاديرنا. أول حاجة معانا هنا كوباية من الحليب اللي هي 200 ملي، تمام كده، وعندي معلقة كبيرة من الخميرة وربع كوباية من السكر. هننزل هنا بمعلقتين كبار من الصلصة، تمام كده تمام كده. هنقلب بقى كل المكونات دي وهنحط كمان تلت كوباية من السمنة. لازم تكون كده سمنة، ويا حبذا بقى لو سمنة بلدي كده بقى، احنا عايزين نعمل حاجة للولاد تكون مغذية وحلوة. طيب وهننزل كمان هنا بايه؟ هننزل بمعلقة ونص من الخل. يبقى كده حطينا كل المكونات السايلة. تعالوا بقى ننزل بقى بنص كيلو دقيق منخول كويس، عليه رشة بسيطة من الملح حوالي ربع معلقة. قلبي بقى كده العجينة كويس قوي قوي. هنبدأ بقى نلم العجينة بتاعتنا عشان تبقى عجينة طرية ولينة كده وجميلة جدا بربع كوباية مية كمان. يعني حطينا سوائل قد ايه؟ حطينا كوباية من اللبن وحطينا حوالي ربع كوباية ومعلقتين كمان من المية، عشان احنا متفقين ان نص كيلو دقيق بياخد معانا من كوباية وربع الكوباية ونص من السوائل. ولكن بنحط الاول كوباية وربع من المية او من الحليب او من اي سوائل بنحطها، والربع كوباية بننزل بيه تدريجيا زي كده. خد معايا كوبايه وربع من الميه ومعلقتين. طيب اظني كده بقى انتوا فهمتوها، انتوا بتفهموها وهي طايره وعرفتوا النهارده هنعمل ايه. طب اكتبوا لي بقى في الكومنتات، وعايزه اشوف شطارتكم معايا يا احلى بنات. بس كده عجننا العجينه، وزي ما بقول لكم هنا خد مني مقدار الميه زي ما احنا شرحنا. حطينا بقى العجينه بتاعتنا في البوله بتاعتنا كده مدهونه دهنه بالزيت، وسبناها تخمر خالص لغايه لما حجمها تضاعف معانا بالشكل ده وبقت كده 100 100. هنبدا بقى هنا نشكلها على شكل رول. احنا مش بنعجن فيها تاني عشان ما نضيعش الخمران اللي هي خمرته، تمام كده. طيب تعالوا بقى هنا بقى بعد ما شكلناها رول هنبدأ بقى كده ناخدها كرات صغيرة جدا. حجم الكورة حوالي 20 جرام زي ما انتوا شايفين. حابة تصغريها عن كده، حابة تكبريها عن كده، براحتك خالص. هنا بصوا الكورة على لو ما عندكيش ميزان هتعمليها على قد حباية الليمونة الكبيرة بالشكل ده. بصوا اهو حباية الليمونة العادية. هنبدأ بقى ناخد كده واحدة واحدة ونحشي بقى بالجبنة، تكون براميلي، تكون جبنة اسطنبولي، لان بصراحة هو بيتجاب بيكون طعمه كده حادق شوية من جوه، وهو ده بوريك الافران يا بنات. هنعمل احلى بوريك الافران النهاردة اللي بيجي من بره بالشيء الفلاني، واولادنا كلهم بيحبوه واحنا عن نفسنا بنعشقه كده. فاحنا نعمله زي ما انتوا شفتوا ما شاء الله بنص كيلو دقيق عمل معايا كمية وفيرة جدا جدا. كمان تقدري زي ما بقولك تصغري حجم البوريه بتاعك وتعمليه اصغر من كده كمان. بصوا شكله اهو. بنبدأ نحشيه بالشكل ده ونلفه على شكل رول زي ما بنعمل أرغفة الفينو كده يا بنات. طبعا عملت لكم مخبوزات كتيرة جدا جدا وبسكوتات وحاجات جميلة، ولسه كمان منزله لكم الكوكيز. خشوا بسرعة اعملوا لفة في الصفحة هتعجبكم جدا جدا. ولو انت اول مرة لسه بتشوفيني يا ريت تشتركي معايا كده وتنوريني، تمام. يلا بينا. زي ما انتم شايفين هنبدأ بقى نرص كده المخبوزات بتاعتنا، وطالما فيها مادة دهنية مش لازم ان انت تدهني الصاج، تمام، لان هي فيها مادة دهنية بزيادة. يعني حاطين تلت كوباية من السمنة. بس كده هنبدأ بقى ان احنا نكمل كل شكل البوريك ونحشيه بالجبنة. وزي ما قلت لكم هو يستحسن ان تكون الجبنة حادقة زي الاسطنبولي او البراميلي عشان يبقى طعمه حلو. وبعد كده بقى هتبدأي ان انت دي تدهني الوش بتاعه بعد ما سيبناه يخمر خالص وغطيناه وحجمه تضاعف زي ما انتم شفتوا. هنبدأ بقى ندهن الوش بتاعه باللبن زي ما انتم شايفين كده او الحليب، وهنحط على الوش بتاعه حبة البركة، وتقدري كمان تستبدليه بالسمسم براحتك خالص، ولكن هو كده معروف وبيجي من المخبوز من الافران بالحبة البركة، تمام. بصوا بقى هش جدا جدا معايا. طيب دخل على درجة حرارة قد ايه؟ دخل على درجة حرارة 200 لمدة 10 دقايق ربع ساعة بالكتير، انت حسب درجة حرارة الفرن عندك. واول ما هيخرج من الفرن غطيه بالفوطة بتاعة المطبخ، هيبرد معانا وهيطرى وهيبقى زي ما انت شايفة هش جدا وبألف هنا وشفا. جميل جدا جدا. بنص كيلو دي عملنا كمية كبيرة جدا. عايزة اقول لكم ما شاء الله الكمية اللي موجودة ملت كمان طبقين زي اللي قدامكم ده. اعملوه ألف هنا وشفا. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير للفيديو.